الناس في الصين اخترعوا جهاز بيعمل ايس كريم في ثواني عن طريق انك بتحط العصير الخام جوه الجهاز وبيطلع بشكل فليكسات او بيسموها سنو فليكس. حاجه جامده جدا. المفاجاه هنا ان انا مش هخليك تسافر الصين عشان تجربها. كنت بتفرج على فيديو في الصين عن آلة الايس كريم اللي بتلف وتفرد الايس كريم قدامك، وقلت مستحيل الاقيها هنا. بس وانا ماشي في الحسين في شارع المعز قابلت محل اسمه سنو فليكس عنده نفس المكنه بالظبط وبتعمل ايس كريم تحفه. تعالوا نشوف الفيديو. ده ايس كريم اوريو، تمام. فانيليا مع اوريو. احنا بنحطه كده في المكنه. ايه الجمال والحلاوه دي يا استاذ هاني؟ حبيبي ربنا يخليك يا رب. وراك هو كده بيتحول على طول في ثواني الايس كريم على شكل الشرايح ديت. الايس كريم دوت من فواكه طبيعيه، يعني في مانجا وفراوله وشوكليت وفانيليا واوريو، كلها من فواكه طبيعيه من غير مواد حافظه، من غير الوان صناعيه او مكسبات طعم او اي حاجه. هو بيتعمل يوميا فريش. فهو يعني بيتعمل عند الطلب، بس لما يطلب العميل بيتكون الايس كريم كده بالطريقه ديت. جرب بنفسك وقول لي رايك، تستحق التجربه ولا لا؟ وسيب لي في الكومنت لو تعرف اماكن تانية عندها حاجات غريبه زي كده نجربها سوا، وما تنساش تصلي على النبي. انت بتضيف هنا انا بضيف هنا الخام بتاع الايس كريم. الخام الايس كريم. هو اوريدي على طول بيتحول الايس كريم بالشكل ده كده. ان شاء الله. انا حبيت ان انا اجي اعمل حاجه جديده، اول مره تنزل مصر واول مره حد يشغلها في مصر اصلا خالص واستوردها. فانا عندي شركه وعندي بطاقه استيراديه فاستوردتها، فبدات افتح فروع. انا فاتح دلوقتي فرع في المعادي وفرع في وسط البلد، وده تالت فرع في شارع المعز. بنحط عليه صوص شوكليت مثلا، ونضيف عليه بعد كده الاوريو، بسكوت الاوريو، عليه شوكولاته. بس كده بيتقدم بالطريقه ديت. العنوان هنا في وسط شارع المعز، قريب بجانب شارع النحاسين. وفي وسط البلد في 26 يوليو شارع الألفي بجانب كشري سيد حنفي. وفي المعادي في دار المهمات فندق اللؤلؤة على كورنيش المعادي.